عارفين كده لمّا ترفعوا عينيكم للتلفزيون وتبقوا عاملينه mute على الصامت يعني وتشوفوا مشهد كده أنتم ما تعرفوش، تبتدوا تحاولوا تعرفوا هو إيه اللي بيجرى في الحدوتة، إيه الحدوتة اللي ورا المشهد ده؟ ده اللي بالضبط بيعمله مخنا لمّا بيشوف أي مشهد في الدنيا، في أي حتة في الحياة. يعني لو شُفت مثلًا طفل بيعيط وجنبه حد مكشّر، هتتوقع مثلًا إن باباه ضربه. لو شُفت مثلًا واحدة ست بتجرجر في رجلها مش قادرة تمشي، هتتوقع إن دي ست عجوزة ولوحدها وما حدش بيسأل عليها وفين ولادها، مش إحنا بنعمل كده. ده ليه؟ ده لإن إحنا مخنا غصبٍ عنه بيفسّر الدنيا حوالينا بشكل قصة، حدوتة. وهنا بقى بيلعب دور كبير جدًا بطل الفيديو بتاعنا النهارده، الرابور. الحالة اللي بتخلّينا كلّنا نفهم بعض. لمّا باشوف حد بيحكي لي حدوتة شبه حاجة أنا عِشتها في حياتي، حاجة حسيتها، ده بيخلّيني أتفهّم موقفه، أبقى فاهمة اللي هو بيمُر فيه، أبقى عارفة ده صحيح ده حصل لي، أنا حاسة بيك، أنا فاهماك. كلمة أنا فاهماك دي، أنا حاسة بيك، هي دي اللي بتخلق التواصل الحقيقي ما بيننا وما بين بعض. في الحكي زي ما في حاجات كتيرة جدًا، الحكي بيخلّينا نخُش جوّه الحدوتة، نحُط زي ما بنقولوا كده بنبقى لابسين جزمة الشخص الآخر، بنحُط نَفْسنا في جزمة الشخص الآخر، بالضبط كده. هي دي حالة الرابور كده، هي حالة إنه أنا I can understand إن أنا قادر أفهم اللي أنت بتقوله، اللي أنت بتعيشه. لمّا بنحكي قصة مع حد، بيحصل حالة ضبط إيقاع كده. والمسافة اللي ما بيننا والفراغ بيتملي بالمشاعر، بنبقى إحنا كأننا إحنا الاتنين على نفس الموجة، على نفس الwave بالضبط. وعلى فكرة الدراسات أثبتت ده، إنه لمّا بيبقى في واحد بيحكي لناس أو بيكلم ناس، بيحصل زي النيورونز اللي في دماغنا بتتصل بتتواصل، بنبقى إحنا الاتنين على نفس الwave فعلًا. وده هي دي الحالة اللي بتخلق الرابور اللي باقول لكم عليه، التواصل ال فكرة إن أنا وأنت في الحالة دي، أنا وأنت فاهمين بعض، أنا وأنت حاسين بعض، إننا نفهم بعض من غير ترجمة، هي اللي بتخلّي حد غريب يبقى قريب منا، شبهنا. الحكواتي الشاطر مش هو اللي بيحكي حدوتة حلوة، هو اللي بيعرف يعمل حالة الرابور دي، اللي تخلّينا كلنا مع بعض في حالة الحكي وفاهمين بعض وحاسين ببعض. أنا حنان طاهر، أنا حكواتية مؤمنة جدًا إن فن الحكي أداة جبارة للتواصل. قولوا لي بقى إيه هي الحكاية أو الحدوتة أو القعدة الحلوة اللي سمعتوا فيها قصة حسستكم إن أنتم أقرب لحد تاني، حسستكم بتواصل حقيقي؟ اكتبوا لي في التعليقات. سلام.